سنة 2045 المغرب غادي يتحول من هكا لهكا. المغاربه غادي يتبدلوا بشكل تدريجي وغادي يتم طرد العرب من المغرب بشكل نهائي. هذا هو الكلام اللي كنسمعه مؤخرا في السوشيال ميديا. يدولوا يدخلوا الدريات يبراكيو ويديروا اي حاجه تمايا وتا واحد ما قادر يدوم. قتلوا واحد ودربنا ودحال الفرح خشاو لي طرونشي هنا ذبحوه. حنا دابا ولينا كنخافوا منه. انا بعدا ما كيبانوا لي الساعه بالليل كنكون غادي بالليل دابا. دابا حنا واش حنا اللي في اكازير ولا حنا اللي في افريقيا؟ هادشي خويا كلشي كيقول بلي دارت على المغاربه مؤامره خبيثه. فيديوهات هنا وهناك تتكلم على نفس الموضوع اللي هي المشاكل اللي ولات تتوقع ما بين المغاربه والافارقه جنوب الصحراء. هادشي كامل غادي يخلينا نطرحوا اسئله خطيره جدا. واش بصح المغرب تدات عليه خطه للتغيير الديموغرافي؟ واش بصح المغاربه غادي يتبدلوا بشعب اخر؟ واش بصح المغرب غادي يوقع ليه موقع لفلسطين؟ هادشي اللي غادي نطرقوا ليه في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نحطوا النقاط على الحروف. وقبل ما نبداو هذا الفيديو غادي نقول واحد الهضره. هذا الفيديو ليس لاصحاب القلوب الهشه والضعيفه. هذا الفيديو ليس لاصحاب المشاعر والعواطف. هذا الفيديو موجه لاصحاب المنطق. باغي تعرف كلشي خليك حتى الاخر. انا عزيز من ازرق بالدارجه، صانع محتوى صاحب براند ديال العطور ازرق باخفه، براند مغربي كتجمع بين الفخامه والجوده والثمن المعقول، وكنقدموا لك فيها ارقى وافخم العطور الرجاليه والنسائيه اللي كترضي كل الاذواق. خلينا نبداو. مؤخرا كنشوفوا بزاف ديال الفيديوهات في السوشيال ميديا، كاين اللي كيعتبرها فيديوهات تحريضيه وكاين اللي كيعتبرها فيديوهات توعويه. بزاف ديال الناس كيتشكاو من الافارقه، كاين اللي كيقول بلي استعمروا لينا البحر مبقيناش عارفين واش هادي اكادير ولا ابيجان، كاين اللي كيقول راه كريساوني، كاين اللي كيقول كيتبسلوا لي على المراه الا خرجت للزنقه، كاين اللي كيقول بلي انهم همجيين وكيديروا البلبله في الزناقي، والاحياء اللي كيسكنوها كلها ولات مخربه. والخطير في الامر هو ان بعض الناس كيقولوا بلي ولاو دايرين الكنائس في الديور ديالهم، الديور اللي كيكروها في المغرب رجعوها معابد وكيمارسوا فيها الطقوس ديالهم. ديال التجزئه الصقليه خصها كاينه متضررين سنوات هذه من هاد الناس الافارقه اللي كيجيو فاتحين كنائس عندنا هنا في حي سكني هادئ، ما كانش هذا المشكل، ولهذا جاو فتحوا لنا هنا كنائس ما كيخليوناش نرتاحوا السبت والحد في الويكاند اللي حنا كنبغيو نرتاحوا فيه، ما تيخليوناش نرتاح. وكاين عاود بلايص اللي كيجعلوهم اماكن للدهر والفساد، كيكريو الديور وكيرجعوهم اماكن للرذيله وكيقولوا البنادم اللي راجل يدخل. دابا الدريات باقيين صغارات حاملين منهم، واصلا الافارقه ما خاصهمش يكونوا وسط الروضه ديال المسلمين اول حاجه، هما مخشيين تما الوسط كيبيعوا فيها الدولو يدخلوا الدريات يبراكيو ويديروا اي. واكثر حاجه كتخوف المغاربه حاليا هو كون هاد الناس مهاجرين غير شرعيين، يعني كيشكلوا خطر على الانسان، يقدر يضرب شي واحد ولا يسرق ولا يتعدى على شي وحده ويفلت من العقاب، حيت غير شرعي ما عرف واحد شكون هو ولا منين جاي. هادشي اللي كيخلي بنادم يحس بالخطر في الاحياء اللي كيسكنوها وبعدم الامان. المغاربه فاش يلاه كانوا الافارقه من جنوب الصحراء كيدخلوا المغرب ما كانوش مسوقين لهم، كيقولوا باللي كيشوفوا المغرب مجرد دوله عبور، هاربين من البلدان ديالهم اللي فيها الفقر والحروب الاهليه وعدم الامان، وجايين هاربين لاوروبا كيقولوا باللي انهم ما عندهم سوق في المغرب. شكون هذا اللي غادي يجي هاجر ويضرب تماره وفي الاخير يجي يبقى في المغرب؟ ولكن من بعد ما ولاو كيبقاو في المغرب وكيخدموا فيه وكيتزوجوا مغربيات وكيولدوا، بداو كيحسوا بالصعب، بداو كيحسوا بالخطر، حسوا بلي ان الامور شي نهار غادا تخرج على السيطره. ولا نقسموا المغاربه لجوج ديال الفئات، فئه معاهم وفئه ضدهم، فئه كتكري لهم وتخدم وتزوجهم بناتهم، وهاد الناس كيقولوا العباره الشهيره ارض الله واسعه والمغرب ديال كلشي. مرحبا بخوتنا الافارقه في بلادهم الثانيه، كيقولوا حنا المغاربه ما خصناش نتكلموا، ما خصناش نكونوا عنصريين، راه حنا بريوسنا عامرين اوروبا، والمغرب يكون كنزين كاع ما يهاجروا منه المغاربه المقيمين في الخارج. وكيقولوا بلي ان الزواج ما بين المغربيات والافارقه شيء عادي، خاصو غير يكون مسلم فقط. بخلاصه القول هذه فئه ما عندهم سوق في الناس، يعني مسالمين ومتسامحين. ننتقل الى المغرب وقصه حب فاطمه واحمد، وقالوا سنقف في وجه كل من لا يريد نحن ان نتزوج والعنصريه التي يتعرضان لها، وقالوا الحب ينتصر. هذا مشكل صراحه، وحسيت بواحد الحقره يعني في بلادك بحال مغترب، انا فما بالك هو الشيء اللي كنت كنطلب من الله لقيته فيه الحمد لله. Dans la joie, on est ensemble. On a tout vécu ensemble. Il ne m'a jamais laissé seul. وكاين الفئه الثانيه اللي هي ضد الفئه الاولى وضد الافارقه جنوب الصحراء. هاد الفئه كتنادي بالترحيل ديالهم، كيرفضوا بشكل قاطع يتزوجوا بمغربيات. هاد الناس كيقولوا بلي غيجي واحد النهار غادي يبغيو يجريو علينا، وغادي يقولوا بلي ان المغرب ديالهم منذ زمان والمغاربه مستعمرين هاد الارض. وهاد الناس كيامنوا بالمخطط ديال الافرو سانتر، المخطط اللي كيقول ان افريقيا من شمالها الى جنوبها كامله للسود، وخاصهم يسترجعوها واحد النهار. ومؤخرا كاينين بزاف ديال لي باج فيسبوك تحت عناوين لا لتوطين الافارقه، نعم للترحيل، المغرب للمغاربه فقط. واكثر حاجه كتخوفهم هو المغربي اللي كتزوج بهم كيسكنوا في المغرب، وكيخاطبوا هاد البنات بالخطاب ديال تزوجي اللي بغيتي، ولكن خرجوا لينا من المغرب. الفيديو هذا درتو البنات اللي باغا تزوج، باغا معقول البنات 20 عام الفوق كبيره 45 50 اللي بغات تزوج مرحبا. كاينين رجال افارقه بغاو يتزوجوا، مطلقه باقا بنت، كاين دراري صغار شباب افارقه خدامين في السندر دابيل. المهم
وكاين اللي مشى لابعد الحدود وكينادي بتاسيس حزب يميني في المغرب. فاش كنقولوا حزب يميني فكيعني تاسيس حزب كيدافع على الهويه وعلى العرق وعلى اللغه وكيكون متشدد وما كيامنش بالاختلاف. واشهر حزب يميني في العالم هو ديال نتنياهو، الحزب العنصري اللي معروف في العالم كامل. وكما كنعرفوا في الاحزاب اليمينيه عامه كتكون عنصريه، وهادشي للاسف ما بقاش كيقتصر على السوشيال ميديا فقط. وفي واحد التجربه عشتها شخصيا وشفتها مؤخرا، واحد النهار في الطوبيس بزاف ديال الافارقه طلعوا، وفي ديك اللحظه كنشوف الملامح ديال بزاف ديال المغاربه متغيره، فيها نوع من الحساسيه تجاه هاد الافارقه. وكاين اللي كيقول وسط الطوبيس انا هادشي بزاف، هذا راه استعمار، وهادشي ما كانش كيتقال شحال هادي. وهادشي من هنا المستقبل اللي ما تدارش ليه شي حل غادي يخلق كارثه في المغرب. في الاسابيع الماضيه شفنا فيديوهات عديده، فيديوهات فيهم دابزه ما بين المغاربه والافارقه جنوب الصحراء، وما كنتكلموش على واحد ولا جوج، وانما عشرات الاشخاص بحال شي عصابه ضد عصابه منظمه. الشيء اللي كيخلينا نقولوا بلي ان هادشي عباره عن قنبله موقوته اللي ما تدارش ليها شي حل في السنوات القادمه ممكن توقع شي كارثه لا يحمد عقباها، لانه فعلا هادشي ولا خطير. والمغاربه كيقولوا انهم ماشي ضد الناس وانما ضد التصرفات اللي كيديروا هنايا في المغرب.